بس هي أمنية واخذونا على عقله على الفطارية. أسولف على السحل جرف النهر والجيش. يا هل قال كم محتاج لمويه. هو سيف بيده وسطر قاعدة تقوم. وواحد قال للآخر شوف لنية. أنا تمنيت كون الطف يصير اليوم وسبع القنطرة لازم لعوزي. بشانك أنا تمنيت كون الطف يصير اليوم وسبع القنطرة لازم لعوزي. نعم شاجورة بشانك شاجورة روس الجيش شاجورة روس الجيش شاجورة روس الجيش شاجورة روس على الطف ترى خطار راحت بالكلام وهات مضمونه مو صعبة على العباس يشلف عود من قد الكرم خلاه بعيونه. السهم من اتجه على الطف ترى خطار راحت بالكلام وهات مضمونه مو صعبة على العباس يشلف عود من قد الكرم خلاه بعيونه. والسيف القص جفوفه والسيف القص جفوفه وبرهان يريد مراد السيف القص جفوفه وبرهان يريد مراد السيف القص جفوفه. نشطر ورباط ما طولنا. سولف ما احلى الهوسه للعباس لو من القلب تطلع وتدري ليش محفوظه وتبقى بالاذن تطبع. لان كل الاخوه بي ومن المرجله وتقطع. وشيخه طف مكانه عندما جاء الشيخ لعنة الله عليه إلى معسكر الحسين ونادى أين ابن أختنا العباس أين ابن أختنا العباس فاندار الإمام إلى معسكر الحسين وإذا أحد الأنصار يقول هل ستذهب معه فجاء الرد من الإمام العباس وهو يا أبو فاضل لي عافية براحتك أجيب الماء يمكم لولا خليه أجيب الماء يمكم لولا خليه على بكل كتر بيهم. أجيب الماء يمكم لولا خليه على بكل كتر بيهم. لولا خليه أنا على حسين طالع لولا خالد مع تاريخه ويا تاريخه مية. مو كل خال وبيك ثلثين الشمر خال ابو فاضل بس ما له موقف زين. مو كل خال وبيك ثلثين الشمر خال ابو فاضل بس ما له موقف زين. ابو فاضل عاف خاله وعارك ويا حسين. هي تولي الخوره اللي يقول لك قسم جفوف القمر كذاب. هو الما تخاف بيوم لا واهن عوف الماء لا تجيب ماء سماهن على بصفين حمايات.
إذا ماكو بشر بالسيف قصاهن. سمع زينب تصيح الماي يا عباس، ما شالن الماي مساعد. الله سمع زينب. اي عباس شو تقول؟ لك قسم جفوف القمر شلال. يولي هو الما تخاف بيوم لا واهن، سماهن على بصفين حمايات. اذا ماكو بشر بالسيف قصاهن. سمع زينب تصيح الماي يا عباس، ما شالن الماي بساعد. الله الله هاو من ذب جفوفه صيح خاطر زينب. هلا ابو علي هلا. فرد قبعه مشت للشام. اسمع يا ولد، زيد الهلال ابو الديوانيه يقول فرد قبعه مشت للشام وردت نفس قبعتها. شمس الله تشوف الكون بس تحلم بشوفتها. شمس الله تشوف الكون بس تحلم بشوفتها. شرف ما بيها قاع الشام، شيمة وشرف ترستها. حسين اختك من راحت، 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 حسين اختك من راحت. سوت هيبة قاع الشام، حسين اختك من راحت، 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 سوت هيبة قاع الشام، اختك من راحت، سوت هيبة قاع الشام، حسين اختك من راحت، سوت هيبة قاع الشام، ابو فاضل برز والجيش كله اختل، ومن كثر الجثث سوى بجثثهم تل. ترى الكل مشكله حلال بس عباس ما له حل. ترى الكل مشكله، ترى الكل مشكله حلال بس عباس ما له حل. وقام بروسهم يقطع، وقام بروسهم، وقام بروسهم يقطع كلام اللي جايها. ما يحصدها الروس، اسمع، ما يحصدها الروس الا بسيفه. الا بسيفه، الا بسيفه، الا قول من خلصت معركة الطاف. قبل خلصنا احمد. بعدها جاي خلصت ورا العباس كل شباب. يقول من خلصت معركة الطاف وراحوا ليزيد. مال السابع مال السابع. ايه يزيد سأل قائد الجيش قال له اريدك تسولف لي بس على العباس ايش سوى؟ قال له لكدها وغارت ونص الدرب وجبات ما ادري السولف لها ولا الخيام ردت. قال له لكدها وغارت ونص الدرب وجبت ما ادري السولف لها ولا الخيام ردت. بطرف حافرها تمشي برهدنا ووجت ويم باب الخيم من وصلت وصهلت ذان خيولنا من خيولنا وقعت. يم باب الخيم لكدها وغارت ونص الدرب وجبت مدري السولف لها ولا الخيم ردت. مدري السولف لها ولا الخيم ردت. بطرف حافرها تمشي برهدنا ووجت الله ويم باب الخيم من وصلت
وصهلت إذا نخيوننا من خيوننا وقعت السروج تقلقلت والفوق هنشمرت أثار سكينة نادت للقمر عطشة هدت وطفدت وياها السيدة زينب عليها السلام تحاشي الإمام الحسين عليه السلام. تقول مالين 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 مالان مالان صلب قلب الشمر مالان صليب قلب علينا الشمر مالان مالان وبناتك مثل سعف النخل مالان مالان صليب قلب علينا الشمر مالان 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 وبناتك مثل سعف النخل حسين حسين النوق من المشي ملان ملان حافية حافية تمشي بنيتك رقية يقول له زمخ عباس بالقادة زمخ عباس بالقادة والمعسكر ظل يرتجف زمخ عباس بالقادة والمعسكر ظل يرتجف وابو فاضل قام يركض وين سلمتهم واستجف زمخ عباس بالقادة والمعسكر ظل يرتجف وابو فاضل قام يلقط وين زلمتهم والتجف ابو فاضل يا حيرت العرب بطولاتك ما تنوصف ابو فاضل يا حيرت العرب بطولاتك ابد ما تنوصف ويرجف طب ميدانك سولف لي النهر عطشان لا انت سولف لي النهر عطشان لا انت شفتك دنقت على الماي تنطي ماي من قصتك ما تسقي النهر شربت من قصتك رحت النهر شربته المهم خلينا نسولف عن تفاصيلك مواقف كثرة لك يا موقف بجيلك البشر يدعي له لبضيج منه يطيح وانت ما طحت جبريل يدعي له بعد نصف هجوم العباس عليه السلام ترك المعركة ورجع إلى المخيم فاستقبله أخاه الحسين قائلا نعم وياك علي يا ابن أبي هل وسمت يا ابن أبي وحقك يا ابن أبوي العركة راعيها اتصل والسلم بريدة رجليها اسمع يعرف الطاح والهادود سبعهم والنشر والمدع بيها القائد واللي يتبعه وزينهم والحاد عافية اخي سعد عافية عدنا وما تصب فيها والقايل انا اقضيها طبيت الزلم من الميدان اسمع رباطك تلب الصورة تخوف تلب الصورة تخوف تلب الصورة تخوف جاب الطف
نزعل وحق راس الحسين وحيدر الكرار وحق راس الحسين وحيدر الكرار لحصدهم حصد والروس تطشر عباس مطبن الحومه يوصل هلا شلع عرج النهر عباس شالاه وسطر ناطور ما قام شلاه الشمر بالمعركة عباس إله وسحل راق النهر الأطفال خيعتنا صوب الشريعة وداس فوق الراق وبقلوب الزلم عباس حط خوفه وعاين عن النهر زود الماي البيه وطفح ماي النهر شلب على جفوفه وذب الماي ما راد الإمام ذب الماي كافل زينب المهيوم ورجال النهر شتفت على جفوفه وذب الماي اربط الحوم بس اسمع رجال النهر شتفت على جفوفه وين جفوفه صوبين الشوق وين جفوفه نادت الحرة العقيلة وين سبع القنطرة شو تأخر عنه فهمون شنه الجرى نادت الحرة العقيلة وين سبع القنطرة شو تأخر عنه فهمون شنه الجرى بالحومة عيا صارت والسيوف مكسرت بالحومة عيا صارت والسيوف مكسرة بس لا رح الحومة بيمينه وميسرة ريشاته تحوس بالطف ريشاته يقول السيدة زينب مشت ويا الجيش راحوا يم يزيد بن معاوية يقول سأل الجيش يزيد بن معاوية قالهم سولفونا عن ابو فاضل ياها من عندكم البارزة فيقول الجيش سكت كله راح مدنق ما حد قدر يحاكي زينب موجودة هنا قالت له ابو فاضل خطف لون الزلم لا حكت لا صاحت اي خطف لون الزلم لا حكت لا صاحت خلى قلوبها من حلوقها طاحت خطف لون الزلم لا حكت لا صاحت خلى قلوبها من حلوقها طاحت خضت دور النسا ومشيله وناحت خضت دور النسا ومشيله وناحت بجانك شيله والسالم لفروحه شيله وسالم لفروحه شيله والسالم لفروحه شيله وسالم لفروحه شيله والسالم مكانك وسالم لفروحه شيله 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 وسالم لفروحه
اجى العباس يمشي اجا العباس يمشي وحاج ابو السجاد قال له الشمر يمك قل له اخويا شراد اسمع عنه يسولف خبر منك راد وحسين احتار بعباسه يقول له الشمر قاصد عليك يقول اريدنه ابن اخته رايده وما اعوفنه قائد عالجيوش اليوم نصفنا والجيش يطيع بآلافه عفا يا ابو السجاد عفا يا ابو السجاد لا تظن يوم اعوفنك انا روحي عليك ودم من دمك جازينا بشذلها لو رحت عنك قميته ثلثين وخالي اعرفنك كفوها وبيك الكفايه اعرفنك كفوها وبيك الكفايه وعودك خلفك شيلة الرايه يا شيخ العشيره وفعل الحكايه هيب حكايه عباس دخلها المعركة وبسيفه صفاها القادة تسحق عليها الخيل خلاها دخلها المعركة وبسيفه صفاها القادة تسحق عليها الخيل خلاها زلم ومشورب العباس بتشاها تسلم شاطر هاي حلوة تسلم يقول يقول عمر بن سعد عدى فرغة على المشرعة يقول فتقدم عليها أبو الفضل العباس هاي الفرغة لا رضت تشرد ولا رضت تقاتل أبو الفضل العباس فعمر بن سعد يسأل أحد المقاتلين يقول له شبيد جيش فيجاوبه يقول له ترى حكاية بخت لازم ونحكيها مو حق هالزلم ما تشير ريليها وليد حلوة هاي ريلي ترى حكاية بخت لازم ونحكيها مو حق هالزلم ما تشير ريليها شا غير ابو فاضل وانت تعرف زين عمره 17 والزلم قطبيها شا غير ابو فاضل وانت تعرف زين عمره 17 والزلم قطبيها نسيت يقول له نسيت القنطره من كان بعد صغير نسيت القنطره من كان بعد صغير وكالضيدات كم ظل يقلط عليها بيها ودادك ظل يقلط وحط جربته بظهره وقال ما يجيب لنا وداعت زينب الحرة قال ما يجيب لنا وداعت زينب الحرة اشهد ما يشهد اشهد ما يشهد بسيفه هذا ما يشهد